إلى الشأن الصحي الآن، تمكنت الجزائر من إخضاع 60% من مرضى نقص المناعة المكتسبة للمراقبة الطبية والعلاج في وقت تطمح فيه الوصاية إلى القضاء على الداء باعتماد برنامج وقائي جديد بمشاركة منظمة الأمم المتحدة. نتابع في تقرير نسيم الوفي. تسجل الجزائر سنويا ما يقارب 800 ألف إصابة جديدة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة أو ما يعرف بداء السيدا. ورغم ضخامة الرقم إلا أن الجزائر تمكنت من إخضاع 90% من حاملي الفيروس للمراقبة الطبية لمعرفة وضعهم الصحي. كل عام عنا تقريبا 800 ألف حالة، وهنا بالنسبة لنا هذه 800 حالة هما النتيجة تاع المجهودات اللي رانا نديرو فيهم في التحسيس وفي التشخيص المبكر. كنا ما نتجاوزوش 100 ألف حالة تاع التشخيص ما قبل 2013، ورانا الآن قريب مليون حالة تاع تشخيص مبكر في 2005. Depuis le 1er décembre 2015 qu'il n'y aura plus de transmission de la vie، انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، وباللي يعني اقتنينا يعني لي تيست دو ديبيستاج لي بلو رابيد بور افوار اون ميور ميتريز دو ديبيستاج. وللقضاء تماما على فيروس داء السيدا آفاق 2030 كما تطمح الوصاية، سيتم إنشاء أول مركز جهوي إقليمي في الجزائر للبحث في الإيدز. الجزائر رايحة تكون عندها سنتر ريجونال اقليمي في البحث والايدز والصحه. السنتر تاعنا لازم نتكلموا على البحث، ولازم نتكلموا على البارتناريا كيفاش يشتغلوا بلدان مع البلدان، لازم نتبعدوا مع تناقل الخبرات. هذه هي المهم جدا في هذا. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Il est donc nécessaire d'adapter les stratégies tout au long du cycle de la vie. تمكن الوصاية مع منظمة الأمم المتحدة من التحكم أو إعطاء 90% من المرضى للعلاج أمر بعيد عن الواقع، خاصة مع وجود مرضى مجهولين.